خير، مساء الخير، عاملين ايه النهارده؟ إيه الكاميرا عامله كده ليه؟ طيب، النهارده هاجهز معاكم فاعملوا حاجه تشربوها عشان انا عامله كوبايه نسكافيه، برميل نسكافيه مش كوبايه، برميل. وعايزه اتكلم معاكم في حاجه مهمه مضايقاني منكم جدا، لازم تسمعوني للاخر. خلوني اقول الكلام اللي انا عايزه اقوله ومش هنتكلم في الموضوع ده تاني، بس علشان انتوا فاهميني غلط، في ناس فاهماني غلط. نجهز مع بعض، انا نازله ورايا مشوار فهنجهز مع بعض. انا اسمي مروه، لو انت اول مره تشوفيني اعملي اشتراك في القناه، ولو انت بتتفرجي عليا وعارفاني ومتابعاني اعملي لايك للفيديو ده. ماشي، يلا بينا نبدا. يعني اسرع ميك اب هنعمله، تمام؟ عشان انا مستعجله. هستخدم الكونسيلر بتاع ساندرا درجه 4. ماشي، هو غالبا ده اغمق درجه يعني. بصوا بقى يا جماعه، ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ فيديو بتاع الضوافر، هو انا ليه مش مركزه؟ حاسه ان انا بقطع كده في الكلام. معرفش انتوا شفتوه ولا لا، يعني كل الناس اللي عندي شافته او اللي بيشوفوا الفيديو دلوقتي شافوه ولا لا؟ بس انا هحط لكم صوره ليه او هحط لكم لينك او ايا كان. الفيديو ده انا كنت بعلم فيه ازاي نحط الضوافر، ازاي نركب الضوافر. بس الكومنتات بتاعتكم مش كل طبعا الناس، في ناس محترمه كتير جدا. حتى الناس اللي كانت بتنتقد تركيب الضوافر كانت بتنتقدها بطريقه عاديه، ما ينفعش وبتاع وكده والكلام ده، والناس دي كنت برد عليها حلو جدا وسايبه الكومنتات بتاعتها. لو انتوا دخلتوا هتلاقوا الكومنتات بتاعتها، ناس محترمه يعني. بس انا ردي هنا على الناس المحترمه، كده كده الناس اللي مش محترمه انا بمسح الكومنتات بتاعتها ومش هنرد عليها. انا عايزه اقول لكم حاجه، معظم اللي كاتبين كومنتات على الفيديو ده ما شافوش الفيديو للاخر، انا متاكده، لان هم بيتكلموا في حاجات هم لو شافوا الفيديو مش هيتكلموا فيها اصلا. اولا انا كنت بتكلمها في الفيديو، انا ماليش دعوه انت هتحطي الضوافر دي امتى، هتحطيها على طول انا بعلمك حاجه انت هتعمليها لنفسك، تعمليها في بيتك، تعمليها بره بيتك، انت حره، ده اختيارك انت. فالناس اللي بتكتب لي اللي هو ايه، اصل احنا حرام نحط ضوافر بره البيت مثلا، او احنا حرام نركب ضوافر اصلا، او ايا كان، انا ما دخلتش اعلم البنات ان هم يركبوا ضوافر دايما مثلا، لا. بالعكس، انتوا لو كنتوا شفتوا الفيديو كنتوا هتلاقوني ان انا بقول انه احنا ما ينفعش نركب الضوافر دي على طول عشان الصلاة. هتلاقوني بقول ان في اماكن بتقول للناس او بتقول للبنات ان احنا ممكن نركب ضوافر ونتوضى بيها. قلت لهم لا، ما فيش حاجة اسمها كده، وعلمتكم حاجات كتير قوي في الفيديو انه غلط، في حاجات غلط ما ينفعش نعملها، والغلط غلط والصح صح. فكل كومنتاتكم بجد، او معظم الناس اللي كتبت كومنتات هي ما اتفرجتش على الفيديو للاخر، علشان انا كنت كاتبه على العنوان انه الصلاه بالضوافر على الكفر من بره، فهم ايه ده الصلاه بالضوافر؟ لا حرام يا حبيبه قلبي، ازاي انتوا فاهمين الحوار اللي حصل؟ فاتفرجوا على الفيديو الاول يا جماعه، وبعد كده قولوا رايكم. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا المحتوى بتاعي عباره عن ايه؟ ردوا انتوا بالله عليكم، ولا تردوا؟ استنوا هبلع بنسكافيه عشان ريقي نشف. بعلمك تحطي ميك اب، مش معتبره نفسي اللي هو ان انا الجامده بقى وكده، لا، انا اللي هو بعرف احط، فبعلمكم التكنيك. يعني انا مجرد ما في اوقات بكون لسه متعلمه تكنيك كده معين مثلا، حاجه بسيطه، بروح معلمه لكم معايا على طول، يعني اللي هو احنا بنعلم بعض. ما ينفعش تخشي عند واحده محتوى قناتها بتعلم ميك اب وبتعلم حاجات وتخشي تقولي لها ايه، لا ما ينفعش يا حبيبتي الكلام ده، مش عارف ايه. يعني هو اصلا الفيديو ظهر لك على اساس ايه؟ ما هو احنا يوتيوب بيظهر للناس الفيديوهات اللي هو المحتوى اللي هم مهتمين بيهم. المحتوى ده هو مش بتاعكم، او مش انتوا مش مهتمين بيه، او انتوا شايفين ان الحاجه دي غلط تتعمل او كده. انتوا بتتفرجوا عليه ليه؟ انتوا فاهمين عايزه اوصل لكم ايه؟ انا عارفه ان في ناس بتحب تنصح، وانا متقبله جدا النصيحه، ما عنديش اي مشكله في ان حد ينصحني، بس بتكلم بقى عن، يعني انا مش عايزاكم تفهموني غلط، دي اول حاجه. تاني حاجه، اتفرجوا على الفيديو للاخر، يعني اي فيديو عامه انا بنزله وانت عايزه تكتبي كومنت انتقاد مثلا او كده، اتعبي وكملي الفيديو للاخر، اتعبي وشوفي انا بقول ايه في الفيديو، اتعبي وشوفي انا بعلمك ايه في الفيديو. وصلت؟ فانا خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. انا هرسم حواجبي، هو انا المفروض اثبت الاول، صح؟ اثبت بلوز بودر، بس انا حاسه ان انا مستعجله ومش عارفه انا عايزه اعمل ايه الاول، فهرسم حواجبي بسرعه بسرعه كده. انا ما عملتلكوش ريفيو على فكره على منى ده، هعمل لكم ريفيو يعني ان شاء الله بعد الفيديو ده. بس هو يعني مش عاجبني فيه ان هو مش ثابت، عشان لو انتي عايزه تشتري حاجه مثلا الفتره دي قبل ما انا انزل الريفيو، لو انتي عايزه حاجه ثابته هو مش ثابت. لا. يعني بصوا، انا مثلا هعمل لكم حته هنا كده اهو، مثلا لو عملتها كده بصوا بيتمسح في ثانيه، حتى ما بغلط فيه، ما بغلط وانا بعمله بمسحه كده بايدي بيطلع. فده العيب اللي أنا مش حابه فيه.
لو انتي بتحبي الحاجات الثابتة مش هيعجبك. جيبه تاني او لأ، بصراحة لأ. داخلين بقى على الصيف وحر وعرق وتلزيق وكده، فده مش هيسد معانا في الصيف. حاسة ان ده ملخبط شوية عن ده، مش عارفة ليه. بس عادي، كل ده بنظبطه بالكونسيلر. عارفين يا جماعة نفسي اجيب ايه؟ عايزة اجيب الواكس بتاع الحواجب، عشان انا مستخدمتش قبل كده واكس حواجب، فعايزة اجيبه. نسكافيه بارد قوي. بصوا هتلاقوا تحسوا ان البلاشر طالعه كده. اوقات بحب اعمل الحركه المتخلفه دي، هي متخلفه، بس بحس ان هي بتدي شكل كيوت كده للملامح، وبتخلي الشكل كده عسول يعني. هي حركه متخلفه بس عسوله يعني. هثبت كده بسرعه. وبعد ما اثبت عشان ما اطولش معاكم الفيديو، العادي بتحبوه طويل قولوا لي بنحبه طويل. هحط بسرعه كحل بني، مش هعمل اي افتكاسات، هعمل كحل بني وهعمل ماسكارا واجيلكوا، ولا اعملها معاكم بسرعه؟ ممكن اعمل معاكم كحل بسرعه وبعد كده اعمل ماسكارا. بصوا كحل البني بتاع روز بيري، انا بحبه هو صراحه، عشان برضو تبقوا انتوا عارفين هو مش بهتان كده شويه يعني. لو انتي بتحبي اللون البني اللي هو القوي، لا مش هو. بس انا يعني حاسه ان انا اتعودت عليه. صدقوا ان كان في حركه بلاشر كنت عايزه اعملها ونسيت. بنت شفتها كده بتعمل حركه بلاشر كده، بتحط البلاشر الكريمه على ايديها الاول وبعد كده بتحطها. نسيت. نبقى نجربها مع بعض في فيديو كده لوحده. قولوا لي يا جماعه انتوا عاملين ايه، وقولوا لي ايه رايكم في فيديوهات المطبخ اللي انا نزلتها. رائعه صح؟ تحفه. بجد عايزاكم تقولوا لي رايكم، عشان انا مبسوطه. اي نعم المطبخ دلوقتي مبهدل وشكله يقرف، وفي كركبه كده وحاجات مش زي ما انا صورت وقتها، بس هو النتيجه حلوه يعني. مثلا بخلص المطبخ بقى وبروقه وكده بشكله عسول. انا حطيت ماسكارا، بس عسوله ازاي؟ عسوله 5 دقايق هتنزل يعني، هي بتبقى عاليه كده شويه، بلاقي رموشي نزلت. عشان المفروض ان انا احط يعني اعمل كيرل كده للرموش بالتنية، فاهمين؟ لان انا رموشي طبيعتها نازله مش طالعه كده، فشويه وبتلاقوها هبطت شويه. انا بقى بستخدمها دلوقتي البيز لاين، اللي هي الليب بالم بتاعتهم. عارفين عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل نمش. كنت عاملاه متصوره بيه ساعه عيد ميلادي، كان حلو قوي عليا. صوص ثقه بالنفس حلو قوي عليا. انا كنت النهارده في سيشن الليزر. دكتور قالت لي ان هو مش هينفع يعملوا لي ليزر تاني. ليه بقى؟ علشان جلدي بقى مهري كده، يعني جلدي حساس الفتره دي قوي، وبقى مهري، وهم ما عندهمش الجهاز بتاع البشره اللي هي الحساسه قوي دي كده. والدكتور قالت لي ان حاجز البشره عندي متدمر، فقالت لي على اسامي اجهزه ان انا اروح يعني اسال عليها في اماكن، عشان مش موجوده عندهم يعني، واروح اعمل فيها. فكنت بحب المكان ده قوي، مش عارفه دكه تقريبا. والتاني مش فاكره، هكتبه لكم على الشاشه. لو برضو تعرفوا اماكن كويسه قولوا لي عليها. كده السيشنز هتبوظ مني يعني، وانا ما اعرفش اماكن تانية. ايه رايكم؟ كده كده. لو حسيتوا ان واحده واضحه كده قوي، اقعدوا اعملوها كده 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 كده، فهيبان ان هو ناتشورال قوي. خلاص خلصت الميك اب. مش عارفه يعني، حاسه سيمبل كده وعسول. الميك اب بتاعي لا بعمله كل خروج، مغيرش. ايه ده، ما حطيتش هايلايتر. هقفل معاكم واحط هايلايتر. المهم ان انا هلبس البنطلون ده، وهلبس معاه البلوزه دي، بس هي عايزه تتكوي لسه، فهغير واوريكم الفاينل اوتفيت والفاينل كل حاجه بقى. شوفوا لي الطعامه والكياته، شوفوا الطعامه. انتوا وصلتوا لحد هنا ما عملتوش لايك؟ اعملي لايك حالا، انزلي اعملي لايك حالا. بصوا بقى كلموني عن حلاوه الاوتفيت. بس لبست دي، بس مقدرتش البس حاجه هنا، حسيت ان هو مش محتاج يعني ان انا البس حاجه هنا. والبنطلون الكلاسيك ده، كنت هلبس حزام بس لقيت ان البلوزه شكلها وهي نازله على واسع كده احلى، فما رضيتش البس حزام. فبرضو قولوا لي رايكم. بس مش عارفه انا هختم معاكم الفيديو هنا ولا لا، بس
بس رجعت لكم تاني، بس المرة دي voice over علشان المكان كان مشغل أغاني وخفت اخد كوبي رايت، مع اني كنت واخدة المايك معايا وكنت ناوية احكي معاكم بقى هناك كتير وكده بقى. عرفوني بس بتحبوا فيديوهات الفلوجات دي ولا لأ، علشان لو بتحبوها اكتر لكم منها يعني. المكان بجد كان تحفة قوي، وكنت قاعدة كده مستجمة ومكنتش عايزة اقوم كده، وكان الجو حلو، والمكان ما كانش زحمة، وكل حاجة كانت حلوة بصراحة. عندهم ألعاب كتيرة واحنا اخترنا اللعبة اللي هي بتاعة الكروت دي، وده كان أول كارت يطلع لي، يعني أنا كنت مخنوقة ومكتئبة وأول كارت يطلع لي كده، بتخمنوا يعني اللي موجود في الكارت يعني. المهم يا جماعة، أنا والله كنت مستجمة كده ومبسوطة، ولحد دلوقتي أنا مش عارفة أسجل لكم ازاي بالمايك أو أكلمكم بيه ازاي. أوقات بحس صوتي عالي قوي لأن أنا اتعودت إن أنا أعلي صوتي عشان تسمعوني من مايك الموبايل، فالمايك الجديد ده موضح صوتي قوي، فمخليني إن أنا لسه هتعود عليه يعني هظبط صوتي شوية بيه. المهم إن أنا طلبت هوت موكا، انا طلبت وايت وصاحبتي طلبت اللي هي شوكليت عادي، وكنا بندوق من بعض، لو في فيروسات ولا اي حاجه، مبسوطه مننا جدا يعني. بس ما تبقاش صاحبتك لو انت عملتي معاها كده، تبقاش حسيته ان هو كده دلع شويه، وحطيت، بصوا انا عملت ايه، انا مش واخده بالي عماله اكلمها، انا حطيت كيسين سكر مش كيس واحد. يعني اكتشفت ده بعدين وانا بشربه لقيته مسكر قوي، بس انا ما كنتش مركزه خالص يعني. المهم يا جماعة، هما بصراحة كانوا، صاحبتي كانت مخرجاني علشان عيد ميلادي، فكان فيه في المكان كده لوكيشن عاملينه كده نتصور فيه للعيد ميلاد والحاجات دي وكده، وكانت جايبة لي معاها نضارة وحاجات عشان اتصور بيها وكده، فكنت مبسوطة قوي. المكان كان هادي كده، واكتر حاجة كانت عجباني ان هو ما كانش زحمة، فكنا قاعدين براحتنا كده، كده يعني. بصوا المراية العسولة دي هرينا فيها صور، او احنا هريناها يعني صور، قعدنا نصور فيها كتير قوي عشان الاضاءة بتاعتها وشكلها، وتخلي الصور شكلها حلو. هنا بقى كنت بعمل ايه، بوريكم هدية صاحبتي اللي جابتها لي عشان عيد ميلادي. لو ما شفتوش الشورتس، انا كنت منزله لكم شورتس بهدية عيد ميلادي، فدي بقى اعتبروا ان دي التكملة، عشان انا بصراحة اكسل اصورها لوحدها، فقلت اصورها لكم في فلوج كبير بقى وكده. شنطة تحفة وكانت عجباني قوي، كانت جميلة قوي. وواحدة صاحبتي تانية جات لي، ما كنتش عارفة ان هي تيجي، جات لي مفاجأة وقتها، وجابوا لي بقى مولتن كيك، وقعدنا نقول هابي بيرثداي تو يو واحتفلنا وكده وبس. ولما روحت كنت جعانة قوي وطلبت بيتزا، وده كان يومي النهاردة. متنسيش لو انت اول مرة تيجي تشتركي في القناة، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو زي